ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي والله. النهارده هنعمل فيديو على السريع كده اهوت. هنشوف بقى الحاجات اللي جبتها من سوق المره دي، من السوق. هنفتح مع بعض. طبعا الحاجه اول حاجه دايما بحب اجيبها زي ما انتم عارفين الجبنه التركي. طبعا انا ما استنيتش، فتحتها واكلنا منها صراحه، فطرنا منها. خرافه، حلوه قوي يا لهوي، تتاكل حاف كده. اللي بيخليني اجيب الجبن دي طبعا غير ان احنا متعودين عليها وحابينها، الجبن اللي بيبقى فيها نكهه قويه زي الجبن بتاعتنا، لما بتتعمل هنا هو بيحطوا لها حاجه اسمها ليباز. الليباز ده هو بيبقى نوع من انواع الانزيمات، بتتاخد من اعتقد من الامعاء بتاعه الخنزير، وعلشان خاطر يجبنوا بيها يعملوا بيها الجبنه. فطبعا ديت بتبقى حرام ان احنا ناكل منها يعني. فبحاول ان احنا نجيب الحاجات اللي هي بتبقى ما فيهاش. دايما لما بنيجي نجيب الجبنه لازم نقرا اذا كان من ضمن المكونات ليباز او لا. فعشان كده هوت لما لقيت الجبنه التركي والحاجات دي انا فرحت بيها جدا. تاني حاجه جبتها الجبنه البيضاء. طبعا مش هننسى الجبنه البيضاء، صراحه احنا بنحب الجبن جدا، وانا شخصيا عندي استعداد ان انا افطر واتغدى واتعشى جبنه. ديت الجبنه ديت الجبنه البراميلي بالفلفل، الجبنه الاسكندراني. انا بحبها قوي فبجيب منها باستمرار منهم، وطعمها حلو جدا. جبت منهم كمان ايه ده بديل اللحمه، بيبقى معمول من الفول الصويا. فانا بجيبه مش بعمله كهوت لوحده، يعني بحطه مع اللحمه علشان خاطر يزود الكميه شويه. ف ده جربته نوعه يعني طعمه مقبول، ومش بيبقى باين في وسط الحاجه يعني. فجبت منه اتنين. جبت كمان ايه، جبت الكوكاكولا ديت الدبل دير كولا، ودي كوكاكولا المصري. فقلت اجربها، انا طبعا ما جربتهاش قبل كده اهوت لان كل الحاجات دي طلعت بعد ما سافرت. جبت كمان ديت دي جبنه الملح الخفيف. دي الجبنه ملح خفيف، دي برضو حلوه قوي، وعلى طول لما بتخلص بجيب منها. وجبت ايه بقى، النوجه. عندهم النوجه بالفول السوداني، فانا بحب النوجه المصري فجبت منها. وجبت ايه كمان، اوكي هما مربطين الحاجه تربيطه محترمه صراحه. جبت البسبوسه. انا اعمل بسبوسه، انا طبعا هنا ما فيش بسابيس خالص عشان نجربها. دي زلابيا، انا مش فاكره انا طلبتها ولا هما بعتنا هديه، بس هما غالبا بيبعتوا هدايا وكده. فدي انا ما اعتقدش ان انا طلبتها.
فديت هديه. وبعتين لي كمان كيك دريم بالشوكولاته، بعتنهولي هديه برضو. حلوه قوي، انا مبسوطه قوي. وبعتين لي كمان كريم كراميل، بعتين لي كريم كراميل دريم. جبت منهم كمان القلقاس بتاع بسمة. جبت كذا كيس بس انا فتحتهم وحطيتهم في الفريزر. وجبت الملوخيه بتاعت بسمة اللي بالتقليه. فدي جبت منها كذا واحده برضو. هما بصراحه بيبقوا مغلفينها حلو قوي، بيبقوا جايبينها في كيس زي دهوت، وبيبقى جواه الكياس بتاعت التلج دي هي طبعا ساحت علشان خاطر هي من الصبح يعني. ف بصراحه حلو جدا. وده فيديو على السريع كده قلت اعمله لكم علشان خاطر تشوفوا الحاجات اللي جبتها المره دي. واستنوني في فيديوهات تانية. ناوية اعمل لكم حاجات غريبة وحاجات اكتشفتها هنا جديدة ومنتجات جديدة. فاتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو الصغير ده. مع السلامة.